حسين، يا حسين، حسين انا ماشي، خليك مخمود وربنا لو اوريك. سابت له البيت ومشيت. اه يا راجل يا لئيم، عامل نفسك نايم. عمال يغني مراتي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. وطبعا زريبة بقى، الزريبة ما هي مش موجودة، محدش هيزعق ولا أي حاجة وتلفزيونات وأفلام وأغاني وقوم اجري مراته اتصلت. هيقوم بقى يشوف شغله ويلم كل اللي عمله علشان ما يسمعوش ليهوش كلمتين. وطبعا انتوا عارفيننا في الحالات اللي زي دي ما بنسيبش حقنا. وطبعا التكنولوجيا مساعدة وكالعادة بيستعرضوا أهم إنجازاتهم في الأجهزة اللي بتساعدهم على توفير طاقتهم وتوفير وقتهم، وإن هم يعرفوا يستمتعوا بالحياة. وكله باسكت بيتفتح باللمس. وعنده طبعا التربو دوت ولا الترولي ولا اسمه ايه بالظبط، لم في كل حاجة هو عاملها وحطه على جنب، وبسرعة لم الغسيل ولم الكركبة ولم كل حاجة وشغل الغسالة ابو مجفف. يا جماعة عقبال عندكم، عقبال عندنا جميعا يا اخوانا والله. حسين بسرعة يا حسين، هتترجلش يا حسين والله هتشقلطك. حتى الحاجة اللي بنحط فيها الريموت بتاع الريسيفر وبتاع التلفزيون والكمامات والكوبايات جنب تلاجة المية، كل حاجة وليها حاجة. ما ينفعش نعدي الدنيا كده وتمر مرور الكرام، ولازم يلم مكانه قبل ما المدام ترجع علشان نهاره ما يبقاش معدي. انا مش عاجبني في ده كله بقى غير المعقم بتاع الأحذية والشوزات ده، والله حلو جدا جدا يعني. كل حاجة ليها حاجة، فهم بيعجبوني الصراحة، وبيعجبني أفكارهم في الإعلان عن المنتجات بتاعتهم وعن عرضهم ليها بصراحة. بس حسين اتظبط، يعني الراجل اللي عارف مصلحته، عارف مصلحة نفسه وعارف هو بيعمل ايه. الرجالة دي رزق، وطبعا هي مسيطرة زي ما كلنا مسيطرين. فكرني بينا لما نقول ليه يلا بقى احنا هنقوم كده بقى ونظبط الشقة ونلم الدنيا والنهاردة يوم روتين عالمي، وقيس فجأة نلاقي الراجل داخل علينا بدري وبالكوتشي ومليطة بقى للصبح وخناق بقى وسوتنا، يبقى جايب الجيران وجيران الجيران. لو هو عارف مصلحته، عارف ان المدام يفتح الباب كده يلاقي المدام بتمسح ويلاقي المدام بتروق ويلاقي الدنيا فوق تحت، ياخد بعضه وينزل يقعد على القهوة، يتصل بيها خلصتي يا حبيبتي، خلصتي، جايب بقى الغدا معاه وهو جاي. هو ده الراجل اللي عارف مصلحته. ما هي الست طول اليوم واقفه شقيانه تنظف اللي عياله عملوه اللي هو عملوه، فمصلحته بتقول ايه؟ دخلت لقيت الست بتروق، دي نصيحه لكل راجل، لقيتها بتروق وعامله الروتين الاسبوعي، تاخد بعضك يا حبيبي وتنزل على القهوه. وزي اي راجل محترم راقي كده، حماتي مربياه ولا حماتنا مربياه ولا امه مربياه، يجيب معاه الغدا وهو جاي. يا سلام، هتشوفي الضحكه من الودن للودن، ومش بعيد تقوم بقى تجري تعمل لك حاجه حلوه وتنسى تعب كل اليوم. انما بقى لو رجعت وقلت لها الغدا فين يا مدام، هتشوف قلبة وش تخليك تكره حياتك ل10 سنين قدام. والله. فانت لا كراجل لازم تعلم مصلحتك، وانت كست لازم تعرفي تبقي مسيطره ازاي تخليه يعمل كل حاجه من غير ما تتكلمي، من غير ما تفتحي بقك. امال ايه؟ شوفي اهو